السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض طبق خضار مشكل بالفراخ ورز بشعرية. تابعوا معايا الفيديو. أنا هنا معايا فرخة غسلها كويس من الزفارة. توابل الفرخة: بصلاية، حبهان، ورق لوري، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة فلفل اسود. هنا معايا خضار متقطع: فاصوليا وبسلة وبطاطس مقطعة مكعبات وكوسة. هنا أنا بحضر تسبيكة طبق الخضار. بقطع القطع عشان أضربها في الخلاط. هنا معايا معلقة توم، بصلاية متوسطة، عصير قوطة. هنا في حلة على النار نزلنا بمعلقة زبدة عليها شوية زيت صغيرين، ننزل عليها بالبصل نقلبها كويس. في الحلة التانية فيها الفرخة بتتسلق، هي خلاص الفرخة داخلة على سوا. بضيف الملح للفرخة. هنا معايا معلقة توم بنزل بيها على البصلة. خلاص كده البصلة اصفرت والتوم اصفر معايا، بنزل عليهم بعصير القوطة، بقلبها كويس واسيبها تتسبك. انزل عليها بالتوابل: مكعب مرق دجاج، معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة بهارات لحمة. بنزل عليها برشة بلح جوز الطيب. انا هنا جهزت الرز بشعرية. معايا حلة نزلت فيها معلقة زبدة عليها شوية زيت، بنزل بالشعرية. هنا خلاص الصلصة اتسبكت، بنزل بالخضار عليها. اول حاجة بنزل بيها البسلة والفاصوليا عشان بتاخد وقت شوية في السوا غير البطاطس والكوسة. انا هنا حمرت الرز كويس مع الشعرية ونزلت عليه بالشوربة. انا هنا بنزل على الفاصوليا والبسلة بالبطاطس مقطعة عليها قرن فلفل اخضر، سبتها شوية. نزلت عليها بالكوسة اخر حاجة الكوسة علشان الكوسة تستوي باسرع حاجة في الخضار. انا بعد ما نزلت بالكوسة بسيب الخضار يتسبك كويس في الصلصة، بعد كده بنزل عليهم بالشوربة. سبب ان الرز بيطلع معاكي مفلفل وحلو انك انت تقلبيه كويس ما تسمعي صوت الرز. بعد كده بننزل عليه بالشوربة مناسبة لكمية الرز اللي معايا. في تسوية الرز بنسيب اول حاجة النار عالية على الرز لغاية الرز لما يتشرب، وبعد كده بنوطي على الرز خالص لغاية الرز يستوي. انا هنا بضيف على الفراخ معلقة صلصة من اللي هي المتسبكة بتاعة الخضار عشان يطلع معانا باللون ده. وده كده الشكل النهائي لطبق الخضار المشكل والفراخ والرز. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الله.